امام عاشور راجع نادي الزمالك تاني وهيسيب النادي الاهلي. دي اخبار ناريه، لازم تعمل لي لايك وتعمل لي مشاركه، ولازم نخلي الفيديو ده يوصل يا اخي 1000 لايك بس. اللي بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي غير طبيعي، وانا من وجهه نظري انه ما حصلش قبل كده ولا هيحصل، لان ده النادي الاهلي. طيب ايه اللي حصل؟ وهل فعلا ان امام عاشور هيرجع نادي الزمالك؟ تسمعني بقى كده وتصلي على النبي وتدعي الوالد بالرحمه. اللي حصل دلوقتي يا غالي ان زيزو عقده ب 100 مليون في الموسم او 80، المهم هو يعتبر واصل 100 مليون في السنه الواحده. يعني كل سنه زيزو بياخد له 100 مليون. دلوقتي عقد امام عاشور عاوز يتجدد بقى. امام عاشور طلب ايه؟ قال لهم انا عاوز زي زيزو. دي الاخبار اللي منتشره وشائعه، ابحث على جوجل وهتعرف. انت مش هتلاقي اي مواقع كاتبه، هتلاقي المواقع الرسميه هي اللي بتتكلم على الموضوع ده. يبقى امام عاشور عاوز زي زيزو، بمعنى اصح كده انا عاوز 100 مليون زي زيزو. زيزو بصراحه يعني ما يختلفش عليا بالبلدي كده. فبالتالي اداره النادي الاهلي قالوا له لا، احنا هنديك 60 او 70 مليون في الموسم الاولاني، والموسم الثاني احنا هتتعاقد معانا لمده 5 مواسم. الاولاني 60 تقريبا مليون، وبعد كده يزيدوا ل 70 80 هوب لحد ما يوصلوا 100. ده في اخر سيزون بقى عليك بخير، ربنا يكتب لنا العمر في 2030. ده على الكلام اللي مكتوب. 5 سنين هتبدا معانا ب 60 مليون في السنه، وبعد كده تبدا تزيد. امام مش عاجبه، قال لهم لا، بمعنى اصح كده انا مش عاجبني، انا اخد زي غيري. وبصراحه وحقه، لان زيزو ما يختلفش عن امام عاشور، وبكل صراحه امام عاشور اقوى من زيزو. احنا نسينا امام عاشور عمل ايه السيزون اللي فات ولا ايه؟ فبالتالي امام عاشور هيعمل ايه بقى عشان ممكن يرجع للزمالك؟ وعلى فكره الزمالك هتوافق على رجوعه، لانه مش لاعب عادي ومش اي لاعب. سيبك بقى من باع ولا ما باعش، كله بيجري ورا الفلوس دلوقتي. فبالتالي امام عاشور هيطلع، مش هيرجع الزمالك مباشره، هيطلع على الخارج. وبعد ما يطلع على الخارج ياخد له مثلا 3 شهور 4 شهور موسم كامل بره زي ما يحصل. دي بقى الفكره اللي انا متاكد منها. وهوب هيرجع تاني، بدل ما هيرجع النادي الاهلي لا، هيرجع على نادي الزمالك. حتى لو هيدوا له 30 مليون 20 مليون. تقول لي ليه؟ هقول لك. لما تلاقي نفسك في مكانه، في شركه او في شغل، والناس يعني هم شايفين ان انت تاخد كذا مبلغ كذا، هو ده المبلغ ده المناسب ليك، وهوب بيجي واحد تاني جديد في الشغل تلاقيه بياخد قدك مرتين وانت افضل منه. فبالتالي بيحصل بقى حساسيه بين اللعيبه وبعضها، ومشاكل كبيره احنا ما نعرفش عنها حاجه. لان اوضه اللبس، الانعقاد اللي بيتم مع اللاعب غير اللي احنا بنسمعه، لان في كلام احنا ما نعرفش عنه حاجه. ولكن احنا طالما الاخبار انتشرت وقال لك في مشاكل في عقد امام عاشور، اعرف ان امام عاشور لو جدد مع الاهلي مش مجدد بال 60 مليون، هيجدد بال 100 مليون. ولو الاهلي ما وافقش يبقى امام بقى هيعمل كوبري اي فريق في الخارج لحد ما يرجع نادي الزمالك تاني، وده متاكد منه هو ده اللي هيحصل. يعني انا من وجهه نظري يعني ان ده اللي هيحصل. ولو رجع لفريقه تاني هينهي بقى مسيرته في نادي الزمالك. ويعني مش عارف هل جمهور نادي الزمالك هينسى ايام البلالين وايام الحاجات دي والكلام ده ولا لا. ما اقدرش اقول. هل انتوا يا زملكاويه هتنسوا اما كان بينفخ بالونه ويعمل مش عارف ايه وايه وايه؟ والله انا الحاجات دي كانت بتضايقني اقسم بالله شخصيا. يعني بالونه ومش عارف ايه وايه وحاجات كتيره، والرقصه اللي هي حاجات كتيره قوي كان بيتضايق من امام عاشور. فهل الزمالك هيوافق انه يرجعه؟ ده سؤال. السؤال التاني، انت كزملكاوي توافق ان امام عاشور يرجع لنادي الزمالك؟ بس باختصار شديد، والسلام عليكم ورحمه الله.